أهلا وسهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم التاني. درسنا النهاردة بعنوان النقل والتجارة في إفريقيا. أهلا بكم. النقل ده مؤشر للتطور الاقتصادي، والنقل ده بيسهل التجارة بشكل غير عادي. النقل ده مؤشر للتطور الاقتصادي. أنواع النقل دول واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ النقل المائي والبري، وأسرعهم هو الجوي، يبقوا كده تمام تلاتة. أنواع النقل تلاتة: النقل المائي، بحري ونهري. يلا بينا نتكلم عن النقل البحري. إفريقيا بتتحكم في العديد من الممرات الحيوية لموقعها الاستراتيجي بين القارات. إفريقيا بتتحكم في العديد من الممرات الحيوية لموقعها الاستراتيجي بين القارات. إفريقيا بتتحكم في العديد من الممرات، وهي قناة السويس، مضيق موزمبيق، وخليج غينيا. أهم المواني البحرية: ميناء طنجة بالمغرب هو الخامس عالميا. ميناء طنجة بالمغرب. أهم المواني البحرية: ميناء طنجة بالمغرب هو الخامس عالميا. ميناء طنجة بالمغرب. والحداشر عالميا هو ميناء بورسعيد، أحد المواني المصرية. طب ليه هو ال11 عالميا؟ موقعه الاستراتيجي مدخل قناة السويس شمالا، ولأنه مؤخرا قد تطور كثيرا. لموقعه الاستراتيجي مدخل قناة السويس شمالا، ولأنه مؤخرا قد تطور كثيرا. أما النقل النهري هو أقدم وأرخص وسيلة نقل، بس بيواجه بعض العقبات، وهي إيه؟ الانحدار الشديد وسرعة جريان مياه، وجود شلالات وجنادل بتعرقل حركة مياه، وانتشار المستنقعات وجفاف بعض الأنهار. وكل اللي فات ده بيؤدي لقلة كفاءة النقل النهري. طرق برية، سكك حديدية، الاتنين نقل بري. يختلف في حاجتين: كل طريق بري بيختلف من حيث الكثافة وصلاحية الاستخدام طوال العام. بيختلف من حيث قدرته على تحمل الحملات الثقيلة في أي مكان. طيب، جهود إفريقيا لربط القارة بريا بعد استقلالها عن طريق تنمية شبكية الطرق البرية وتعاون الدول مع منظمات إقليمية ودولية لتنفيذ شبكة طرق سريعة عبر إفريقيا لدعم التجارة والتكامل الإقليمي. السكك حديدية أكبر دولة لديها هي جنوب إفريقيا، ليها مصر. حاولت دول إفريقيا تطويرها، لكن هناك مشكلة على سبيل الحظ: التصميم قديم للخطوط الحديدية وصعوبة مد خطوط بين بعض الدول لغزارة الأمطار ووعورة السطح. أيوة، غزارة الأمطار ووعورة السطح. توقف بعض الخطوط للسكك الحديدية للمشاكل السياسية وقلة عدد الخطوط وانفصالها عن بعضها، وانخفاض سرعة القطارات في معظم دول إفريقيا، وده حلها. أسرع وسيلة للنقل هي النقل الجوي. أهم المطارات الدولية في إفريقيا كيب تاون جنوب إفريقيا، ومطار القاهرة الدولي. أما مشاكل وافتقار لشبكية المطارات المتطورة والمشكلات السياسية، والنقل الجوي بيعاني لارتفاع التكلفة كمشكلة أساسية. مشروعات النقل وإفريقيا ودور مصر: مشروع الطريق القاهرة كيب تاون بيمر ب9 دول
سيساعد على نقل بضائع في 4 أيام فقط. إنشاء خطوط سكك حديدية لربط دول إفريقيا يبدأ من الإسكندرية للخرطوم في السودان. ربط مشروع من أي دار السلام في تنزانيا والسفاجة بمصر. التجارة العالمية بين إفريقيا والقارات التانية ضعيفة. طب وبعدين؟ من سنة 21 وسنة 22 هنعمل مقارنة خفيفة على مين ويمين. الصادرات والواردات. الصادرات، طب ليه الصادرات زادت؟ أصل الأسعار زادت. طب ليه الصادرات زادت؟ أصل الأسعار زادت. وخاصة البترول وإفريقيا صدرت دهب والنضارة وألمنيوم ونحاس. بصي كمية الصادرات من 5 دول في إفريقيا بس يا ناس. مصر جنوب إفريقيا والجزائر أنجولا ونيجيريا والخمسة دول الأساس. طب والواردات؟ الواردات زادت. ليه زادت الواردات؟ لزيادة الطلب على الطاقة والآلات والمعدات التكنولوجية والمواد الغذائية. والدول المستوردة هي أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. التجارة البينية ضعيفة جدا هي لتشابه المنتجات واعتماد دول القارة على سلع أولية وضعف الالتزام بمعايير أسواق عالمية وقصور في الشبكات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأهم السلع هي وقود والخامات المعدنية حديد وصلب آلات ومركبات. وإفريقيا بتسعى بجد لحل مشكلات التجارة البينية بإيه؟ اتفاقية منطقة تجارة حرة القارية الإفريقية في عام 2015 لإلغاء الجمارك والحواجز بين دول إفريقيا لتعزيز وضع القارة لتصبح إفريقيا سوق واحدا مفتوحا ولحل مشاكلها حرة. آخر معلومة في الدرس، يا ترى هتقولي قوليها لي ولا لأ طبعا؟ قوليها لي هي مؤسسة رسمية. قوليها لي ذات موارد خاصة هي. قوليها لي تشرف على نشاط تجاري واستثماري. عرفتها ولا امشي؟ تمشي. قوليلي. قوليها لي ليه تم إنشائها تعالي لمتابعة أحوال السلع بالأسواق وتوفيرها. قوليها لي حل مشكلة التجارة وتيسير الاتصال. قوليها لي بين التجار وجهات ذات العلاقة بنشاط التجاري والاقتصادي. طب قوليها لي تجميع المعلومات. قوليها لي وترتيب الإحصاءات. قوليها لي الخاصة بالتجارة والصناعة. طب قوليها لي وإبداء الآراء. قوليها لي للحكومة حول إنشاء. طب قوليها لي بورصة ومواني وأسواق وقوانين خاصة بالتجارة والصناعة والموجودة في مصر. عرفتها ولا لسه؟ موجودة في مصر تبقى هي الغرفة التجارية.